بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي متابعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، أكو ظاهرة بالتفقيس، يعني الغشاء أثناء عملية التنقير، غشاء الداخلي للبيضة يصيب الجفاف والتيبس، وبعدين يقيد الكتكوت من الحركة ويموت. هذا النظام الدكت إخواني العراقي قضى على هاي الظاهرة. شلون قضى على هاي الظاهرة؟ أولا خلينا نعرف إحنا أسباب الظاهرة. أسباب التيبس والجفاف الغشاء الداخلي للبيضة أثناء التنقير هو تيار المروحة. التيار المباشر للمروحة هو سبب الجفاف. احنا هنا قضينا على سرعة التيار. سرعة التيار اخواني بالنظام الدكت هذا احد الاسرار العلمية، هي مقتبسة من هذا معادلة الاستمرارية. هاي ثابت فيزيائي يعتبر. اذا الهواء يسير في مكان ضيق تكون سرعته عالية، واذا دخل بالمكان الواسع تكون حركته بطيئة جدا. ولذلك هو هاي النظرية مالته سرعة الهواء تتناسب عكسيا مع حجم المقطع. يعني كل ما كان المقطع واسع يكون سرعة الهواء قليلة، وكل ما كان المقطع مال المجرى واسع قليل يكون سرعة الهواء عالية. تناسب عكسي يا إخواني مع حجم المقطع. هنا مأخوذة فكرة الدكت العراقي اللي هي أحد الأسرار الغير موجودة في بقية الأنظمة، اللي مأخوذة من هذا الثابت الفيزيائي. هنا عندنا إخواني هذا الدكت هو المكان الضيق الذي يسير به الهواء عندما يسقط في المجال الواسع. هذا المجال الواسع اللي هو حيز المفقسة يسقط بسحب المروحة، راح تقل سرعته وينزل على البيض بحركة هادئة وبطيئة، ولا تحدث عملية التيبس والجفاف لقشرة البيض الداخلية. هذا أهم شيء إخواني اللي إحنا راح نعرضه بهذا المقطع، اللي هو شنو؟ اللي هو سرعة الهواء. عندنا هذا النظام الدكت العراقي، هذا نظام الدكت العراقي اللي هو بسرعتين: سرعة عالية في المقطع الضيق، ومن تتحول إلى حيز المفقسة راح تكون سرعتها بطيئة. هذا هو ما مطلوب لكي لا يصيب الغشاء الداخلي التيبس والجفاف. بارك الله بكم، وأرجو المشاركة بالقناة إخواني لتعم الفائدة. بارك الله بكم وتحياتي للجميع.